السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. الفيديو ده نازل لكم متأخر شوية، بس اللي ما عملش زي حالاتي كده يلحق يعمل. عملنا الرقاق، عملنا على ايه؟ عملناه على الفرن البوتاجاز بدل ما نروح نشتري. عملنا جبنا الدقيق وعملناه، اقول لكم عملناه ازاي. والله العظيم ما خدوش نص ساعة، في ثواني كده عجناهم وسيبنا العجينة ارتاحت وقطعناها وعملنا وراكم عملناهم ازاي والطريقة ايه. حاجة كده زي العسل، زي ما انتم كده شايفين، منفخين كده واحلى من اللي بنشتريه بكتير. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة كده تحفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجة حطيت معلقة من الملح، وهحط معلقة كمان من السكر، وكنا نخلين الدقيق يا بنات، وهنحط الميه. هندوب الملح مع الميه كده عشان لما نيجي نضرب الرقاق ما يبقاش عامل معانا حبيبات وتقطع معانا الرقاقايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعد كده هننزل بالدقيق، بس انا مش هنزل بيه كله، ده 2 كيلو دقيق، بس مش هنزل بالكميه كلها، هخلي منها جزء عشان واحنا بنفرد الرقاق يا بنات. اللهم بارك. عملوا كمية حلوة دلوقتي تشوفوها يا بنات. بسم الله ما شاء الله. الرقاق يا بنات عايز العجينة تبقى ايه، يابسة كده شوية، ما تكونش طرية، عشان لما تعمليها ما تلزقش معاكم وما تاخدش كمية دقيق. بصي يا بنات يابسة ازاي. انا كده هفضل اخد ودي فيها كده اهوت، وبعد كده ايه هنسيبها شوية تريح كده، هتطرى معانا حبة كده، وهنشكلها ونشتغل ان شاء الله كده على طول. اللهم بارك. بصي يا بنات اهي زي ما انتوا كده شايفين، شايفين تاخدوا تدي فيها كده اهوت لحد ما تنعم معاكي كده ما شاء الله كده. اول ما تسيبيها كده حبه كده اهوت، بصي انا جيت اقطعها كده لقيتها ايه شديده، لا انا هسيبها كده حبه كده، هحط عليها كيس تلاجة او استرتش، وهسيبها تجمد، تقعد كده شويه، وبعد كده هقطعها تبقى معايا كده ايه لينه كده وتبقى ناعمه كده وحلوه معانا ان شاء الله. بس يا بنات انا عملتها كده، وهحط لها كده الكيس ده كده يا بنات، وهنسيبها تريح كده لمده 10 دقايق كده. انا عملتهم والله بالليل، هسيبها كده لحد ما ترتاح كده حبه، اقوم اصلي العشاء وبعد كده ارجع اكمل فيها تاني. اللهم بارك. بصوا يا بنات انا عملتها بالكيس كده زي ما انتوا كده شفتوا، عقبال ما صليت. بصوا العجينه هوريكم بقت ازاي. بصوا يا بنات شايفين لما قعدت كده، بصوا بقت جميله ازاي ونعمت ازاي لوحديها اهي، بقت حاجه حلوه خالص. بسم الله اللهم بارك. بصوا يعني سبتها مسافه ما صليت كده العشاء زي ما انتم كده شايفين اهي. بسم الله ما شاء الله. عملت ازاي؟ عامله زي الملبن، طريقه كده بقت حاجه حلوه خالص. هنقطع الكوره كده اهوت زي ايه، زي البرتقانه الصغيره البلدي، او زي البيضه اللي احنا بنشتريها كده، على حسب الصينيه بتاعتك يعني. وهنحط كده، وبعد كده هنغطيهم برده يا بنات، او نجيب كيس ونحط الدقيق جواه ونحط فيه الكرات اللي احنا هنقطعها، عشان العجينه ما تنشفش مننا، لان الجو حر وتربي قشره مننا. انا هجيب كيس دلوقتي وهحطه فيهم. بس لو وصلنا لحد هنا كده ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه، تنورونا وتكترونا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكل سنه وانتم طيبين. ويا ريت تكتروا في الدعاء في الايام المفترجه دي، فيها الدعاء مستجاب. ادعوا لاولادكم ولنفسيكم ولحبايبكم كده. الدعاء في ايام مفترجه، ايام ما تتعوضش، ايام فيها سبحان الله الخير فيها والحسنات مضاعفه، والدعاء فيها مستجاب زي كده رمضان كده وزيادة كمان شوية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حطيت الدقيق كده في الكيس زي ما انتوا كده شايفين، وهقطع كده اهوت الكرات بتاعت الرقاق، وهحطه في الكيس عشان والم الكيس عشان ما تنشفش مني، او عشان ما تربيش قشره مني وانا بفردها كده تبقى ناعمه وحلوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا مش هقطع الكميه كلها يا بنات، انا هقطع منها ربعها، وهخلي الربع التاني كده شويه كده تاني. اول ما يبقى معايا 2 3 خلاص هخلص كده، يقوم مقطع التانيين، عشان ايه وانا بفرد تبقى سهله معايا كده ان شاء الله، ومرنه معايا ما تاخدش وقت معايا. اللهم بارك. بصي يا بنات جبت النشابه زي ما انتوا شايفين كده، هنفرد كده على طول اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بس يا بنات كده زي ما انتوا شايفين كده، انا هفرد كام واحده كده هحطهم على الصينيه واوريكم. هفرد قماش على الصينيه
نظيفة كده، وهحط كده واغطي كده واغطيهم كده لحد ما افردهم، وبعد كده احطهم اشغل الفرن واخبز على طول او اسوي على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما انتم كده شايفين يا بنات، يعني تفرديها على حسب الصينية بتاعتك، كبيرة صغيرة على حسب الصينية بتاعتك. ويا ريت الرقاق ما ترققهوش قوي عشان ينفخ معاكي، وعشان يبقى ما يتكسرش بسرعة. لو رقتها قوي ممكن تتحرق منك وتبقى رقيقة جدا كده، ما يبقاش فيها اللي هي الفقاقيع دي كده اللي بتطلع كده في الرقاق اللي انت بتروحي تشتريها زي ما انت بتشوفيه. لا، تخليها سميكة كده شوية عشان تنفخ معاكي في الفرن، وتبقى كده شكلها كده جميل ما شاء الله كده، وتبقى حلوة وما تتكسرش معاكي بسهولة يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وما بتبقاش كمان ايه، ما تبقى رقيقه او زياده عن اللزوم بتسكع كده وبتعضم معاكي، لا، انت تخليها كده سميكه كده شويه عشان تنفخ معاكي وتبقى حلوه كده، عشان لما تسقيها الشوربه تشرب فيها مسام كده، تشرب الشوربه وتبقى صينيه الرق كده اللي هنعملها دي كده بتبقى طريه حلوه وبايشه كده وزي العسل. بسم الله ما شاء الله يعني. اهو بصوا يا بنات، وهنعمله معاكم الرقاق اللي احنا عملناه ده، هنعمل معاكم صينيه رقاق ان شاء الله، وهوريكم الرقاق هيبقى شكله ازاي باذن الله يعني كده. بصوا يا بنات اهو كده، شايفاهم حطيتهم في اهو بصوا يا بنات لما حطيناهم في الشنطه البلاستيك، شايفين ناعمه وحلوه ازاي كده، ما فيش قشره ولا اي حاجه. اللهم بارك كده. وسع الصينيه بتاعتنا كده، هنجيب بقى كده حاجه ونحط عليها، هوريكم دلوقتي. هنعمل واحدة كمان تاني معاكم. اه بص يا بنات، سهل جدا جدا زي ما انتم كده شايفين اهو. لو ما عندكش النشابة دي، في اللي هي النشابة الصغيرة اللي احنا بنجيبها دي، اللي انا بفرد بها على طول برضو، بتفرد زي العسل، او المردنة اللي هي بنفرد بها على طول. اللهم بارك يعني. وما خدوش يعني دقيق كتير، عشان الدقيقة العجينة بتاعتهم مش طرية، بتلزق يعني، تاخد دقيق كتير. لا، العجينه بتاعتهم زي ما انتم كده شايفين كده حلوه، ما بتاخدش دقيق كتير. واساسا نخف الدقيق عشان لما نيجي نغبس الفطيره بتاعتنا او الرقايه بتاعتنا ما تشطش على الفرن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وما تنسوناش باللايك والاشتراك كده، ايام كبيره ومفترجه. فرحوا قلبنا كده، ربنا يفرح قلبكم يا رب. بسم الله ما شاء الله، شايفين مرنة وحلوة ازاي، حاجة كده تحفة ما شاء الله يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شايفين يا بنات حلوة ازاي كده، مرنة جميلة جدا جدا ما شاء الله اهي، ومدورة كده زي الصينية بالظبط اهي، شايفين اهي يا بنات. بس بقى كده ما ترقيش فيها تاني كده، خلاص كده اهي كده ما شاء الله. اه، هنعمل كمان واحدة معاكم تاني، بوريكم. بصوا بلف كده النشابة كده زي ما انتم شايفين كده، ما بدوس عليها يا بنات، بخلي ايدي خفيفة كده، وبلف ايدي كده شمال ويمين، بتلف معايا بتدورها زي ما انتم كده شايفين اهي. نرش لها رشة من الدقيق كده، وتبقى مرنة معانا، بتلف معانا بمنتهى السهولة اهي كده اهواتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شايفين يا بنات بتفرد معانا بمنتهى السهولة الحمد لله. ما فيش ولا واحده اتقطعت ولا واحده كده ولا كده، لان انا ايه، العجينه زي ما قلت لكم بتاعتهم العجينه مظبوطه كده، لا يابسه زياده عن اللزوم تتعبني، ولا طريه او تلزق. لا، انت تعمليها زي ما شفتيها كده، وتسيبيها تريح كده لمده 10 دقايق كده، ربع ساعه، وتشتغلي فيها على طول، هتلاقيها مرنه كده معاكي حلوه، تاخد وتدي معاكي كده حلو جميل كده ما شاء الله. بصي يا بنات حاجه كده تحفه ما شاء الله اهو. شايفين بعمل معاكي واحده واحده، لعلمك انا بعمل سريع جدا جدا، بس انا بعمل بالراحه كده عشان اوريكي اه. شايفين اه، بسم الله ما شاء الله يعني اه. شايفين يا بنات اه، شايفين اداه كده اهو، مدوره كده وجميله وزي العسل زي ما انتوا كده شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله، تتكل ني اهو ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. انا بفرد وبحط على اوريكم. بصوا يا بنات انا حطيت 2 اهو، وبعدين بحط كده تاني اهو زي ما انتم شايفين
هفرد الكمية اللي انا عملتها كده، قطعتها كلها. بعد كده هروح اخبزها وهوريكم احنا بنخبز بيتنفخ معانا ازاي وجميل ازاي. وهجيب كمان قماشة تانية واغطيها كده. حاجات كده انا مخصصاها للخبيز نظيفة يا بنات، بحط على الخبيز بتاعي سواء كان مستوي او ني، مخصصاهم للخبيز. بصوا يا بنات، انا كده مشغله الفرن اهو زي ما انتم كده شايفين. شايفه النار اهو، شايفاها في الفرن. وبحط كده بفردها زي ما انتم كده شايفين اهو، ما شاء الله. بصوا يا بنات اهوت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ده كمان الصيه بتاعت الفرن بتاعتي متاكله شويه. ان شاء الله كده بعد العيد باذن الله كده نوديها للراجل نخليه يعمل لنا صيه كده حلوه، ونعمل لكم احلى خبيز عليه ان شاء الله. كل الصاجه ما تبقى سميكه بتاعت الفرن بتاعت البوتاجاز، كل ما تطلع معاكي المخبوزات جميله جدا 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 ما شاء الله يعني. بصوا يا بنات بتتنفخ ازاي اهو، زي اللي بنشتريه من بره ولا لا؟ اهو شايفين بتتنفخ اهو زي ما انتم شايفين اهو. واجي قلبها كمان قلبه تاني كده، شايفين استوت اهو واتنفخت ازاي بس نوديها بعد عن، بقول لك نوديها بعد عن النار عشان النار ما تحرقهاش. اللهم بارك. زي ما انتم شايفين طلع بقى بالجمال ده اللي انتم شايفينه. شايفين المسامه اللي بقول لكم عليها دي كده شايفين التنفيذ بتاعه، هو ده اللي انا بقول لكم عليه ده كده، اللي بيدخل فيه الشوربه كده يخليه الرقاق والصينيه بتبقى جميله ما شاء الله ما شاء الله. زي ما انتم كده شايفين، الله اكبر عليهم. بصوا شايفين حاجه كده زي العسل. بصوا يا بنات شايفين اهو، بصوا ما شاء الله. ده اللي بنشتريه احلى كمان. نستاهل لايك واشتراك في القناه ولا لا؟ حاجه كده زي العسل زي القمر زيكم كده، حاجه تستاهل بقكم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها. من كل سنه وانتم طيبين ويرضى عليكم بخير يا رب، وعلينا وعلى الامه الاسلاميه اللهم امين يا رب العالمين. شايفين حاجه كده زي العسل. يلا ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه. بصوا انا بوريكم تاني شايفين دي الفطيره المصفره دي كانت الصايه ما اتمسحتش. كل ما تعملي تمسحي الصايه بتاعتك، تخصصي حته كده بالنشابه كده او بحاجه تمسحيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.